عمرك حسيت انك بقيت عامل زي حشو السندوتش، محشور في النص والكل عمال يضغط عليك من بره ومن جوه؟ لو سنك ما بين 35 و55 سنة الفيديو ده ليك انت بالذات. ليه سن 35 ل 55 بيكون اغلى واصعب فترة في حياة الراجل؟ علشان فجأة وبدون مقدمات بتلاقي نفسك بقيت عامل زي حشو السندوتش، حرفيا محشور في النص ما بين مسؤوليات كتير من كل اتجاه، من ناحية بيتك وولادك ومراتك ومصاريف اكل ومصاريف شرب وفواتير ومصاريف مدارس وتمارين وطلبات ما بتخلصش من ناحية، ومن ناحية تانية اهلك، لازم تبقى حنين على اهلك، لازم تبر اهلك، لازم تكلم اهلك وتراعيهم، تطمن عليهم. من ناحية تانية العلاقات، صحابك، الناس اللي انت بتتعرف عليهم لازم يكون عندك طاقة عشان تقدر تتعرف عليهم وتتكلم معاهم. فبتلاقي نفسك اتحولت البطارية بتاعة مسؤوليات، عيلة، ولاد، صحاب، كله بيشفط منك طاقة ومجهود. في شغلك، في وسط الحسبة اللي احنا عايشين فيها، حسبة السوق اللي بتتغير كل يوم، وتنافس وشراسة، ولازم تشقى ولازم تتعب. في بيتك وسط التزامات، حاجات ما بتقفش، لكن للأسف محدش بيشحن البطارية دي. محدش بيشحن البطارية دي لما بتفضى، ولازم تكمل وتقاوح علشان مفيش رفاهية الفصلان. مفيش رفاهية انك تفسد دماغك. فلوسك، مجهودك بقوا ملكية عامة. تعبك رايح لكل الناس اللي حواليك. انا مش بشتكي والله، بس انا بتكلم من قلبي. وانت دايما بتيجي في اخر بند، هم بس الاول وبعدين هم الاول بعدين انا في الاخر. الضغط ده حمل كبير بيقع على الرجالة كتير، بس لانك متعود تستحمل في صمت وتكتم جواك، انت بتفضل ساكت ومكمل عشان المركب تمشي بسلام. انت تشتكي، مفيش راجل بيشتكي. لو انت حاسس ان انت تعبان ومستنزف، انت مش لوحدك. في رجالة كتير حوالينا عايشة نفس المرحلة دي ونفس المعركة دي دلوقتي. بجد تحية لكل راجل شايل شيلته لوحده، مكمل وواقف على رجليه رغم كل اللي احنا بنشوفه ده.